سمعتن بحديث أم زرع؟ هذا وارد في الصحيحين، وهذا حديث فيه امتاع المؤانسة في علاقة الرجل بزوجته، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحادث أزواجه ويؤنسهن ويدخل السرور إلى قلبهن. والسيدة عائشة دل هذا الحديث أيضا على علو مقامها في المعرفة بأخبار العرب وأشعارهم. ذكرت قصة 11 امرأة في الجاهلية تعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ويلكم يا أزواج؟ قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وع، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، يعني لا أفشي سره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني عيوبه. وقالت الثالثة: زوجي العشنق الطويل طولا لا فائدة فيه، زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، مزاجه معتدل. وقالت الخامسة: زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب، هذه واضحة. وقالت السادسة: زوجي إن دخل فهد كالفهد، وإن خرج أسد كالأسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السابعة: زوجي عياياء عنين لا حركة فيه، طباقاء إن طبقت عليه أمور الحمقى، كل داء له داء، يعني ما من داء أو مرض يصيب البشر إلا وله فيه نصيب، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. الشج هو الضرب في الرأس، والفل الضرب في الجسم، فإما أن يضربها في رأسها أو في جسمها أو يجمع لها بين الأمرين، هذا الأحوط. وقالت الثامنة: زوجي إن أكل لف لا يدع شيئا في الإناء، وإن شرب اشتف يحتسي الكأس، وإن اضطجع الكف يلتف باللحاف وحده، ولا يولج الكف ليعلم البث، لا يضع كفها على كفه حتى تبث له أسارير نفسها. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد كثير الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد، مدحته بالكرم والشجاعة. وقالت العاشرة: زوجي أبو زرع، زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر الطارق أيقن أنهن هوالك يذبحن قرا للضيف. وقالت 11: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني أي عظمني، فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، أهلها كانوا أهل غنم، فجعلني في أهل صهيل وأطيط، خيل وإبل ودائس ومنق، زرع وتجارة. قالت: فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقنح حتى أرتوي، وأرقد فأتصبح. أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ بيتها فساح وعكومها رداح. العكوم الأوعية، أوعية الطعام واسعة لكثرة ما يطبخ فيها من المرق واللحم للضيفان. بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبسيسا، أي لا تشفي سرنا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تفسد طعامنا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي لا تجعله كعش الطائر بل تنظفه. قالت أم زرع: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الوقت الذي يهز فيه اللبن لاستخراج الزبد منه، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فتزوجت بعده رجلا ثريا أفاض علي نعما، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، أطعمي أهلك.
قالت فلو جمعت كل ما أعطاني ما بلغ ذلك أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. اللهم صل على محمد.